الغنى ولا الثراء ولا عشان يبقى معايا فلوس. اول نصيحه من 5: ادخر قبل ما تصرف. يعني ايه؟ جالك دخل، عندي دخلي 2000، اي 2000 جنيه مثلا، الظرف رقم 0 اشيل منهم 200 مثلا ادخار. ماليش دعوه بالظرف ده خالص، قبل ما بقى البنود بتاعت الصرف بقى والفواتير وما ادراكم ما الفواتير. النصيحه الثانيه بعد ما تدخر الظرف رقم 0، حاول تعيش باقل من الدخل بتاعك. يعني انا دخلي ادي 2000 وشلت 200 ب 1800، هعيش ب 1500 ورستق نفسي على كده. طب الفرق اعمل بيه استثمارات واشغله وادور بقى الحاجه بقى عشان يوفر لك اكتر، وهنقول دلوقتي ازاي، مش هسيبكم كده. ثالث نصيحه: لازم اعرف الفرق ما بين الدخل السلبي والدخل النشط. رابع نصيحه: نوع مصادر الدخل، خليش حاجه عندك بحاجه واحده. لو انا معايا جزء معين